Ya Rabbi Erham, Ya Rabbi Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et pneumatiso. بالفعل او بقول او بفكره او رساله خلاص او بدع قول فانت ايها السيد العالم بتاع 11 سنه تفضل يا رب على ابننا المطلوبين امين حال شعبك Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. إذا زرت بيت السماء أقدم لك تسبحني غير فتور مشتاقا إلى بيائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. Kenike amike sosianos tonionon amin. يا من ولدتنا البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلصنا شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدار ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق Kenike amike sosianos tonionon amin. لما أبصر الأسرة يسقى على الصليب مرة قال لولا أن المصدر معني لله كانت الشمس أخذت شعارا شاكنا يا القدر على كل شيء ومحتمل كل شيء يا رب Sevatrike eioke aigin المعطي. يا من بدأ اعترف إلى الصليب اتمنى لك يا الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نكرر بخطايانا معه معترفين ببرياتك ونصرف معه جميع مسكون يا رب في يدك ملكوت Kenike amike sosianos tonionon amin. عندما نزلت الولد الحمل والرام خلص العالم والسلم واللقم قالت وهي باكية بالعلم فافرح بقبول الخلاص ومع الشرك للكلام كمصر اسلوبتك الذي انت صابر عليه ونجيب كل ابن وعيد Existe من أعظم كون الحقيقي المجد قد عزرق قدس مثلا قد أحسن المجد لك سنة من سيفاها الرسل الشهداء أهل الاسم سبالك كنس قرآن الخطايا المبشر والرسالة والتزوات وعد سلطان المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء يستخدم الروح القدس من مريم السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي من الذين يحيون الأموات الذي ليس يمكن لنا بالروح القدس رب المقدس الثلاث السلطان وكده مع الآب والابن الناطق الكريم عيسى المقدس الجامع والسيدنا الرب مع جيد الكريم
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون يا رب ارحم. ارحمنا يا الله. كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون أن الله لا يضل بكل أشياء سبحانه وتعالى كنت معنا ليس لنا ما مشهد إنه بضفنا سبحانه إلا وسمع لنا عزيز ألت صنعنا لرضاتنا لسنا ورضفانا ومعرفتنا بالخفي والظاهر والفرعنا مش ممكن لا أعمل لك رحمتك وسجانا واستحقنا كل شكر أبانا السماوات تتقدس اسمك يتم ملكوتك مشيئتك مستقبل وزنك مش محتاج مغفرة ذنبك ورحمة يطيب ولكن من الشر المسياسة والذنوب والقوات. تعالى تصدق المفقودنا كلياتنا شوال فلتنا كلا كل حزن على وجه الحاكم لك قدسين كل معرفة معسكر محزن وشيء نستحاد من المعرفة من الغير وصوت في الأكبر من الآن إلى أبد آمين. مجدا وإكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة والرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم من أجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب ارحم. يجب ما في أن أرمي أفئي أنيناكي بولي بشويسه إبسك بنتي أفئي إرشايناك نيسي سياني إبروس فورا شبوئي روك أعني إلو مبارك الله الآب ضابط الكل. آمين. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا. آمين. مبارك الروح القدس المعزي. آمين. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس. آمين. مبارك الرب إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. آمين. هللويا. Sabbatrike, Yoke, Agyon, Mati,
بركة وسلام لجميعكم. لروحك أيضا. Jesus Christus, Jafres gebaten kun afrosineren afareron, afshotinero afti asueron, afti tutina fintin shari etai unusai, ensofon, marit yurfubos intifairon kumpai esuafai, limni otiron teben on, خيرين فين جبي بانتو برادور شويس بنوتي كريانا يسوع أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. قبولك الحمد والأطراف علينا واسمعنا وأعيننا ويقبل سؤالات وطلب القديسين بصراحة في كل حين، ونجعل صاحبين أننا نعلم بشركة الأسرار المقدس المبارك المغفرة خطايانا. يا رب نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل قوات العدو. كامل الكنيسة الوحيدة المقدسة جامعة 12 سفون نظر لمرقس وأرطغرل قديس كريس وقديس بسيروس. وفي هذا الأسبوع العاشر من كامل 85 استقبال الدروس السادس فمن آباء فمن حضر رأس القدوس الإبريق وانتهى الظهور. آمين. Oh,
رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا آمين. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي تكلم عنه، لكن شهد لنا واحد في موضع قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقصته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة كللتهم، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذا أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي أنقصه قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل، وبه كان كل شيء، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوتي، قائلا: أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الجماعة أسبحك. ويقول أيضا: أنا سأكون متوكلا عليه. وأيضا يقول: ها أنا والأولاد الذين أعطيناهم الله، فإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبطل بموته ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعطي أولئك الذين خوفا من الموت كانوا مذلولين كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من أجل ذلك كان يجب أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، كي يغفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نعمة الله الآب فتحل على روحنا يا آبائي وأخوتي آمين. كسلكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير، الذي به تبتهجون الآن يسيرا. وإن كان يجب أن تتأملون بتجارب متنوعة، لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وأمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به ممجدا نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم، إذ سبق فشهد على الأم المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعلمون، بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. آمين.
المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا يا آبائي وإخوتي آمين. فنزل بطرس إلى الرجال وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو الأمر الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كيرينيليوس قائد 100 رجل بار وخائف الله ومشهودا له من جميع أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد قام وخرج معهم، وأتى معه إخوة آخرين من يافا. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كيرينيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأخصة. وحدث لما دخل بطرس سرا به كيرينيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان مثلك. ثم دخل وهو يتكلم معه، ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق أو يسير مع أجنبي، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأسأل لأي سبب استدعيتموني؟ فقال كيرينيليوس: إنه منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت أصلي في بيتي نحو الساعة 9، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس أبيض وقال: يا كيرينيليوس، سمعت صلواتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فارسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان الدباغ عند البحر. فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون ها هنا أمام الله لنسمع كل ما أمرت به من قبل الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. اليوم السادس والعشرون من شهر القرون المبارك، احسن الله انقضاء وعد علينا وعليكم مغفرة السلام والزلات من قبل مراحم الرب يا اله وخيرة امين. في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسة رئيس الملكة الجليل غبريال المبشر الكائنة بدير جبل النقرون بالفيوم، وما زالت هذه الكنيسة قائمة حتى الآن. وكانت هذه المنطقة قديما عامرة بالرهبان وبها أجورا كثيرة. شفاعة رئيس الملكة الجليل غبريال فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبديا آمين. Oh
يطلع يوم الصور يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين والأخبار المقربين قائلا لم يروا الكثيرين شان يروا وأنتم ترون ولم يروا يسمعوا وأنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لكم لأنها تبصر والآذان لا تسمع فلسعك نسمعنا بالملاكين المقدسة بتقوات قديسين صلوا من أجل الجيل المقدس يا رب ارحم أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إنجيل قديس معلم إليك لوقا. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب إليكم المرضى اشفيهم جاتقار بمن كتيرو لمن كتيرو لمن البستيرو لمن تلتشوتيرو بنا أنستاسيستيري Bismarot injevisne khenavran shazangus gatalo kanage evangelio tanan asma بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته من مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس هللويا مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة
مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس، ويدعى ابن الله. وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيئا غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فانصرف الملاك عنها. المجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان والى الابد امين.